حنا بعل جغام حنا بعل نعرفوا اللي انت تقدمت الى صلحني اذا كان انا غلطه بقائمه في داخل جامعه الكاراتيه، صحيح الكلام هذا والكل، وللترشح للمكتب الجامعي فازت بالانتخابات. اي بالله زيد وضحا. مريم ميرسي ليك والقناه نسمه اللي تحتوا لنا الفرصه باش نتكلموا في ملف الجامعه التونسيه الكاراتيه. الملف على غايه من الغرابه، نحاول نكون برقي وسريع باش الاخوين يتبعوني وبرشا وضوح. الجامعه التونسيه الكاراتيه هذه جامعه كانت خاضعه لمنظومه التعيينات، يعني طيله 14 سنه ترأسها رئيس. الرئيس هذا لم ياخذ قط انتخابات، وقع تعيينه طيله السنوات هذه. بعد الثوره صدر المرسوم 66 مرسوم المرجع هذا الا يقضي باعاده انتخاب جميع الجامعات الرياضيه. دخلنا في انتخابات. يوم الجلسه الانتخابيه كان نهار 12 فبراير 2012. كنا 3 قائمات، ثم قائمه المكتب القديم وثم القائمه نتاعي وثم قائمه ثالثه. القائمه نتاعي جات ثانية بفارق بسيط مع القائمة نتاع المكتب القديم. بعد ما لاحظنا من تصرفات سي بشير شريف، سي منير المعروفي هو عضو تابع سي بشير شريف، ولحد الآن هو تقريبا الشخصية الفاعلة في ملف الحال. القائمة نتاعي جات القائمة رتبتها الثانية، تقدمت بطعن لدى المحكمة الرياضية. الطعن شنو هو؟ الطعن احنا اثرنا عدة تجاوزات صارت يوم الجلسة، هذه طعون احتياطية، لكن اللي يهمنا أكثر مدى شرعية القائمة اللي دخلت هذه. الوخيين هذوما في عدة تجاوزات وإخلالات في الملفات نتاعهم ونا يو دو كوز، يعني القرار واضح وصريح. نهار 26 ماي 2012 تقدمتوا بالطعن لدى المحكمة الإدارية. المحكمة الرياضية واضح. المحكمة الرياضية شو تقول؟ سهل، رفضت القائمة. والطعن شكون؟ هو القائمة الثانية. عندنا فصل واضح وصريح، القائمة الفائزة هي المتحصل على أكثر عدد من الأصوات، واضح. وأكثر من هذا منطوق الحكم واضح وصريح، أعطى الملف للهياكل المختصة. الهياكل المختصة شيء هي مهيكل تخص اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات اللي يترأسها رئيس اللجنة الأولمبية حاليا. السيد هذا كتبناه مرة واثنين وثلاثة وأربعة ومراسلات عدة قانونية، امتنع على تعديل نتائج الانتخابات. الأغرب من هذا الكل يعني المدة النيابية 2012-2016 عندنا قائمة فائزة قانونا. من قوسين سبقتك بالحديث، الاخرين مشاو طعنوا لدى المحكمه، محكمه الاستئناف بتونس، خسروا، يعني وقع تأييد قرار المحكمه الرياضيه. هنا دو فيرديكت فينو. السؤال يسأل علاش القائمة نتاعي لم يقع تنصيبها قانونا؟ تقول لي شكون مش ينصب؟ القانون واضح، القانون المرسوم المرجع 66 واضح، يقول لك رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. وأكثر من هذا فصل واضح وصريح السادس يقول الوزير المكلف بالقطاع هو مطالب ينفذ المرسوم هذا. الغريبة الكبرى مش هذا الكل، هذا الكل مقبول، إلا كونه من وقع إقصاؤهم لا خاطر إلا فاتك أغرب، يعني. إلا فاتك أغرب من وقع إقصاؤه بالقانون. الأخيان هذوما أقصيناهم بالقانون، نرجعوهم بسلطة التعيين. السيد الوزير يعني وقع تعيينه، يعني ناس تقصيه. هذه قاعدة ظهر لي الأخيان رجال القانون ينجموا يفهموا أكثر مني. يقول لك قاعدة أساسية مبادئ القانون العام، المخطئ لا يستفيد من خطئه، والعدل يقتضي تعويض للمصيب. يعني صار العكس، يعني تقلبت كل الموازين. الأخيان وقع إقصاء نفاجئك أكثر من هكا. هم وضعيتهم ما قدروش يسيروا الجامعة، وبعدين نحكيوا في جوانب أخرى. يوم الأحد القادم مش ينظموا انتخابات، وفي غالب الحالات مش يفوزوا بها، بما أنه البيانات نتاع النوادي ونتاع الإجازات الكل تحت سيطرتهم. الملف على غاية من الغرابة. أنا إلى حد اللحظة هذه نتوجه بنداء، شنو هي مصدر القوى نتاعهم هذو؟ كيفاش احنا في دولة من المفروض نبداو نتعلموا ثقافة احترام القانون، والأكثر من هذا في الرياضة مش معقول. واكثر من هذا الرياضه، يعني الناس الكل قاعدين يتبعوا فينا. يعني تو كي ندخل انا القائمه الرياضيه، يعني يقول لك يعني انا ولد ميدان، الناس تعرفني في الكاراتيه. جوستومون حنا بعل انت ولد ميدان، ونورمالمون انت معناتها انت الاولى باش تكون الممثل. الناس الاخرين اللي سميوا معينوهم، يعني شنو هو البروفيل نتاعهم؟ ما اوكان بروفيل، انا ما نعرفهمش، نذكروا اسامي. السيد منجي بولارس هو حاليا رئيس الجامعه. السيد هذا مع احترامنا الشخص، وانا ما نحكي على اشخاص نحترمه ونقدروه، لكن نحكي انا شنو ما صدر منه. اولا ما امتثلش قدام قرارات قضائيه، من المفروض اون في بروفيل با. انت عندك قرار قضائي، ايش جاي وتترشح ونفع. والخطاب اكثر، الخطاب لموجه النوادي، ما فضل من النوادي، لانه بين قوسين جامعه تونسيه الكاراتيه خلينا نقول كلمه يحوم حولها 30,000 متعاطي. لم يبقى في الجامعه حاليا ما يتجاوزوش 6000 7000.
مجاز. نتسائلوا هل خيان هذوما الكل في حاله التقاضي واروقه المحاكم، احنا عدينا الوقت الكل تو اكثر من عامين واحنا معناها ما فماش رياضه. ما نحكيش انا على الجانب الرياضي، ما عادش نحكيو على الرياضه، لا نحكيو على التسيير، نحكيو على اداره جامعه يعني فيها عقل قانونيه، جامعه ما توفيش بالديون نتاعها، اقصاءات